ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد. بس قبل ما نبدا الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لو انت لسه مشتركتيش في القناه، اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسيش بقى باللايك الجميل بتاعك. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. فيديو النهارده بقى ان شاء الله هيكون فيديو مختلف، عشان احنا بقى ايه، سيبنا شقتي شويه، قلت بقى اريحكم منها شويه ورحنا ايه عند ماما. ففي بدايه كده الفيديو كان في كده حبة مواعين، قلت لها يا ماما انا هخش بقى ايه اغسلهم لك، علشان خاطر نشطب بقى كده المطبخ، علشان ايه هي تعرف بقى تعمل لنا الغدا بقى وكده. بصوا والله يا جماعة، انا احلى اكل باكله وانا عند ماما، بجد بحس نفسي اللي هو الله الله بجد. مهما كان الاكل من ايدي من ايد اي حد، خلاص احنا اصلا من صغر كلنا يا جماعه كده، انا او انتوا او اي حد، تحسوا ان انتوا متعودين اصلا على اكل امهاتكم. فبجد بشتاق لاكلها جدا طبعا، علشان خاطر انا بشتغل وكده. فطبعا الوقت يعني بيحكمني ان انا ما اقدرش ان انا اروح عندها على طول، بعكس ان كمان ماما بقت قريبه مني. طبعا قلت لكم الكلام ده في الفيديوهات اللي فاتت. ماما يعني كانت ساكنه في مكان وراحت نقلت في مكان تاني، فالمكان التاني ده بقى قريب مني او سهل ان انا انزل فيه يعني مع كريم وكده. المهم فالشغل زي ما قلت لكم، الشغل بيحكمني جدا ان انا اروح عندها كل يوم. او مش كل يوم طبعا، مفيش حد هيروح عند مامته كل يوم او كل فتره يعني. فطبعا انا كنت بروح عندها كل اسبوع، بس دلوقتي طبعا علشان الشغل وكده فمبقاش نافع ان انا حتى اروح كل اسبوع. فانا بقالي 3 اسابيع متهيألي ما روحتش. فبجد يعني قلت يا يعني اللي هو الله، ان انا بقى خلاص جه بقى وقت الاجازه. طبعا انتوا عارفين ان احنا اجازه جمعه سبت حد. فقلت خلاص انا هروح لها، هروح عند ماما. فروحت عندها يوم السبت بعد ما طبعا بقى شطبت بقى حاجتي وخلصت اللي ورايا الخميس والجمعه. فروحت عندها بقى، لا، رحت عندها السبت، رحت عندها السبت. يوم الجمعه كان في فرح وكده رحنا. رحت بقى هي عند ماما السبت. فدخلت بقى كده قعدنا وفطرنا وكده. فرحت قلت لها إيه، ما جبتش معاكم بقى الفطار؟ جبت بقى معاكم واحنا بشطب بقى المواعين كده، علشان هي بقى ايه تدخل بقى ايه تخلص الاكل. وهي بقى كانت عامله لنا بقى يا جماعه سمك، الله بجد كان اصلا انا فوجئت ان هي عامله سمك. انا رحت لها على فجأة، ما كنتش رايحه وهي عارفه ان انا رايحه. بل بالعكس، هي اصلا كانت بتكلمني وتقولي احتمال اجيلك النهارده وكده. رحت قلت لها خلاص ماشي يا ماما تعالي وهستنيكي وكده. فراحت ايه قالت لي خلاص لو كده هاجي على بالليل. وانا اصلا كنت لابسه ونازله، يعني اللي هو انا عامله لها مفاجاه وكنت لابسه ونازله. فدخلت بقى كده اللي هو ايه ده انت جيتي؟ طبعا قالت لي سبحان الله. الراجل بتاع السمك كنت باخد منه 2 كيلو سمك، راح قال لي لا خليهم 3. رحت قلت له خلاص مش مشكله خليهم 3. تخيلي بقى اللي هو ايه. فبتقولي والله بصي نصيبك ده. الراجل كتر خيره، بتشكر بقى في الراجل، بتقول ايه كتر خيره ان هو ايه يعني ايه. فكر واداني كده، وكويس ان انا وافقت. كان زماني دلوقتي شغاله محتاسه مين يروح تاني يجيب لي ايه السمك وكده. فبصوا بقى هنا بقى بقول لكم النصيب، يعني النصيب ان هي تروح والراجل يقول لها على السمك وهي وافقت وخدته وتمام. فسبحان الله فعلا ان الاكل ده بينادي. في مثلا كده بيقول لك الاكل هو بينادي صاحبه يعني. بس فانا كنت بقى فرحانه علشان كمان انا ما باكلش عندي سمك خالص يا جماعه. كريم ما بيحبش السمك خالص. وكندا برضو طالعه كده. فطبعا مش بعمله. بس بقى لا، الفتره الجايه هحاول ان انا اعمله وان انا اكل كندا كل الاكل، لان والله العظيم انا قعدنا على الاكل. راح كان اخويا جاي معانا يعني. فكندا بتقلق منه شويه، يعني بمجرد ما قال لها كلي عشان تكبري وكده، فهي خافت منه فراحت ابتدت ان هي تاكل. فمش مشكله ان هي حتى لو هتاكل بخوف، بس اهم حاجه عندي ان هي تاكل الحاجه اللي هي يعني تاكل الحاجات المفيده. كندا من كتر ما انا دلعتها واحنا حاساها ان هي اتدلعت زياده عن اللزوم. فبقى كل حاجه عندها الاكل لا 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 لا. فده طبعا انا النظام ده بحاول على قد ما اقدر ان انا امنعه الفتره دي. هضغط عليها شويه، ولكن لازم ان هو يحصل كده. بس يا جماعه كده كنت انا بقى كده شطبت المطبخ، وبعد بقى ايه يعني خلصت المواعين اللي في المطبخ، ما كانش فاضل بس غير الطبق اللي انتوا شايفينه ده والحوض. السد معرفش السد ليه، مش فاهمه ايه سبب ان هو يسد كده. قعدت احاول فيه كتير وبرضه مش نافع. فندهت طبعا بقى على بابا صلحه كده. عشان كده بقى ايه هقفل معاكم برضو كنت هقفل بقى معاكم كاميرا وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بصوا قعدت اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه كده زي ما انتم شايفين مش راضي خالص.
فحاولت بقى في الحوض برضو التاني برضو ايه مرضاش، برضو حاولت بص ان هو اطلع، لا قلت يمكن لو في حاجة او كده، برضو مرضاش. فبابا بقى جه بعد كده ايه عمله. قلت بقى لماما يا ماما انا هدخل بقى اصور معاكي واوريهم انتي بقى ايه بتعملي السمك وكده، لان انا في القناه عندي ما صورتش خالص السمك، ولا يعني ما جبتلكوش خالص سمك، ولا اوريكم هو بيتعمل ازاي ولا الكلام ده كله. هنا ماما بقى كانت ناقعه على السمك في ميه ودقيق وليمون، بتسيبه كده منقوع شويه. وهنا بقى حطت بقى ايه التوم والفلفل علشان خاطر تحضر ايه الخلطه بتاعت السمك. بصوا يا جماعه انا اصلا مش بعرف طريقته قوي يعني، بس طبعا لما وقفت معاها عرفت طريقته بتتعمل ازاي. هنا بقى الخلطة بتاعت السمك اللي هو الثوم والفلفل، وحطت عليه كمون، وهتحط كمان ملح، وهتعصر بقى ليمون كتير وهتسيبه. يبقى كده هنا الخلطة معانا جاهزة. عقبال بقى كده خلاص احنا كده حضرنا الخلطة، حطيت بقى كده الملح، وبقى بايديها كده راحت ايه قلبتهم كده مع بعض. هنا بقى هنغسل بقى السمك، هتغسله كويس جدا. بصوا يا جماعة بتغسله هي بقى بالليمون، شايفين غسيل السمك عامل ازاي؟ والله يا جماعة احنا كنا بناكل السمك حرفيا ما شمتش فيه ريحه الزفاره خالص. انا بجد ساعات بشم ريحه ريحه زفاره السمك كده وبنتي ايه، وفي ناس مثلا بتقليها فالريحه بتبان كده ريحه مش كويسه. والله لا فعلا ما شمتش الريحه دي خالص خالص. وفعلا مش بشكر في السمك بتاعها، بس فعلا ده والله اللي حصل. بصوا هي اصلا انا عجبتني فكره ان هي بتغسل السمك بالليمون، يعني السمكه ماسكه كده الليمونه وبتغسلها بيها. وهتغسل سمكايه سمكايه بقى، وتبتدي بقى تصفيهم في المصفى كويس. بتخرج بقى كده كله بقى كل الاسود دوت والميه. بصوا خلت كده السمك كله ما فيهوش اي حاجه. بقى عارفين اللي عجبني بقى اللي هو ايه سمكه سمكه. هنا بقى الراجل اداها مكرونيه، قال لها ايه خدوا كده مكرونيه يعني ايه كده يعني. فخدتها فهي بعد ما واحنا كده على الغدا كلتها، وراحت قالت لي ايه دي حلوه قوي يا ريتني كنت جبت منها. هي طبعا عارفه طعمها يعني. قالت لي يا ريتني كنت جبت منها فايه. قالت لي بقى المره الجايه نبقى نجيب ايه منها. قلت لها والله يا ماما احلى حاجه ان انتي عاملاها النهارده. فرحت قوي ان انتي عامله السمك. بصوا كان طعم السمك وسيبكوا بقى يعني طعم السمك قد اللمه بقى، اللمه انا واخواتي واخويا وبابا وماما كلنا ملمومين على الاكل بجد. فاتني كتير بقول لها يا ماما انا بجد لازم اجي كل اسبوع. يعني فكره ان انا ما اجيش كل اسبوع دي فعلا بتأثر جدا. فلا والله يا جماعة برضو انتوا لو انتوا ما بتروحوش عند اهاليكوا علشان خاطر مشاغل الحياة، كلنا عندنا مشاغل الحياة طبعا، عشان كده انا بقول لكم لا بتخلوا على قد مرة، يعني على الاقل مرة في الاسبوع ان انتوا تروحوا. يعني ما تغيبوش، يا غيبتي اسبوع ما تغيبيش التاني. لان انا والله العظيم قصرت فعلا. انا كنت انا يعني الفترة اللي فاتت دي كنت بغيب بالاسبوعين وبالتلاتة. فبجد يعني كمان اثر على نفسيتي. والله لما بروح هناك نفسيتي بترتاح. هنا بقى ابتدت كده ايه تحط بقى كده الخلطة في السمك، وظابطة بقى الملح بتاعه جدا، يعني الملح بتاع السمك ظبطاه قوي. فلا بصراحة كان طعم السمك كده ما شاء الله. وكمان يا جماعة الرز كان في حتة تانية، والله الرز عجبني بطريقة حلوة قوي. المهم هنا بقى ابتدت بقى كده تعصر الليمون كده، وتحط بقى كده الخلطة كمان، وكده كان كل الخلطة كده ايه جاهزة، وحطيتهم كده وحطت كده معاها الليمون، وهتحطه بقى ايه في التلاجة. وكده تكون خلصت بقى كده ايه السمك جهزته وغسلته، وحطت فيه الخلطة، وعصرت كده بقى فيه ليمون كتير قوي، وحطيته كمان ايه في التلاجة. هنا بقى يا جماعة ماما كانت جايبة بقى ايه فراولة عشان يعني ايه تخزنها لرمضان. المهم راحت ايه قالت انا هخرطها هاتي بقى طبق ايه. وهي قاعده والله يا جماعه وهي قاعده في مكانها ابتدت تنضفها وهي قاعده في مكانها، وبعد كده بتسيبها بقى منقوعه شويه في ميه، وبعد كده بتحطها بقى ايه في اكياس، وبتحطها في الفريزر. هنا بقى يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده، هنا بقى ماما ايه جابت الكبه يعني الفكره دي بتاعت الرز جديده عليا وحلوه قوي يعني. والله أنا لو بعمل رز السمك ده عندي على طول هعملها يعني. جابت كده زي ما انتم شايفين قوطة وبصل وفلفل في الكبة. ابتدت بقى ايه ان هي تضربهم كده بقى ايه كويس جدا. بعد ما ضربتهم كده في الكبة هتجيب بقى ايه الحلة، وتحط فيها ايه الزيت، علشان خاطر تسيبهم بقى ايه يحمروا كده مع نفسهم. بصراحة يعني كان طعم الرز خرافة، كان طعمه حلو قوي. بصوا هي خرطتهم كده ازاي، بصوا شايفين. واصلا عارفين انتوا ايه البصل مع الفلفل مع القوطة بيدوا طعم حلو قوي. نزلتهم كده بقى على زيت سخن، وهتبتدي تسيبهم ايه ياخدوا كده بقى إيه يعني يتلفوا كده شوية.
هنا بقى بعد ما غسلت الفراولة وحطيتها كده في اكياس، هنا بقى بوريها لكم يعني اتغسلت واتحطت في اكياس، وهندخلها بقى كده ايه الفريزر عشان تبقى جاهزة معانا يعني. وارجع لكم بقى تاني كده ايه للبصلايه اللي هي بتاعه الرز، اللي هو اسمه رز صياديه يعني. المهم قعدنا قعدت بقى ان انا نقلبه كويس. انا اقلب شويه وهي تقلب شويه، لان هو طبعا بياخد وقت حلو كده يعني، بياخد وقت حلو عقبال ما يعني البصله تتحمر يعني. بصوا ماما بتقولي ان هي حتى اسمه ايه، الكشك برضو بتعملوا نفس الخلطه دي. بس هنا وانا بقى بقلب قلت لها سيبها كده اقلب شويه، راحت قالت لي بصي ان انا عامله اللفت بقى ايه في حته تانية خالص، والله كان طعمه حلو قوي. بس فضلت بقى كده اقلب، وبعد كده هي بقى تيجي تمسك تقلب يعني مكاني، تروح حاطه ايه الرز، وبقى تحط عليه الميه، وكده يكون الرز معانا ايه جاهز. فبجد والله اعتمدوا موضوع البصلايه دي بالقوطه بالفلفل، يعني فكره حلوه قوي، وبجد مدي طعم فظيع لل... للرز. طعمها في الرز لا 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 يا جماعة، بجد والله طعمها في الرز حلو قوي. بس اهم حاجة ان البصلة تستوي معاكي كويس جدا، عشان يعني تخلي الرز كمان لونه بني، فاهميني؟ تخلي الرز كده لونه بني. انا عايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان انتم مقصرين معايا كتير قوي في اللايكات. لو انتي وصلتي للجزء ده ما تنسينيش كده باللايك الجميل بتاعك كده، عشان خاطر ايه الفيديو يوصل كده لاكبر عدد ممكن. بس كده يا جماعة، خلاص بصوا هي دي ال البصلة كده اللون المطلوب. مش عايزين ان احنا نخليها تتحرق، عشان ايه في ناس كتير بتخلي البصلة تتحرق زيادة عن اللزوم. فلا، خليها كده يعني ايه وسط، عشان حتى كمان الطعم بتاعها ما يبقاش محروق، فاهميني يعني؟ لما تاكلي كده الرز تحسي ان كده في طعم محروق. لا احنا ما كناش عايزينها كده، احنا عايزينها ايه تبقى ذهبي ذهبي كده خالص. وبالذات كمان انا اول اصلا مره اعمل الرز ده مع ماما. المهم ان احنا نزلنا كده بقى بالرز وقلبناه، وهنبتدي بقى ان احنا تقلبه كده كويس جدا. شايفين بقى بصوا، اهم حاجه ان الرز كده ياخد برضو من الزيت عشان يطلع مفلفل. فبجد انا كنت باكل الرز بالسلطه من جمال الرز. حطيت كده بقى ايه الميه، وهحط كمان بقى الملح، مش انا اللي حطيت هي اللي حطت. وهتحط كده الملح وتقلبه وتسيبه بقى كده ايه على نار هاديه. لا مش على نار هاديه، علينا بقى كده النار. وبعد كده هنجيب ايه بقى، هنجيب بقى السمك ونعمله. عايزه اقول لكم ان الاكل كله ما خدش معانا نص ساعه، يعني نص ساعه كنا مخلصين كل الاكل. فبجد اللي وقف بقى خرط السلطة، واللي وقف غسل المواعين، واللي وقف عمل حاجة، فاللمة حلوة بجد. والبنات في البيت كمان يا جماعة بصراحة بتبقى حلوة. المهم كده حطينا بقى الدقيق بتاعنا، وحطيت عليها بقى ايه حبة نشا. بس ماما قالت لي، انا اللي قلت لماما على النشا، بس ماما قالت لي انا اصلا ما بحبش احط عليه النشا. صدقوا ان انا لما قلت لها حطي النشا قالت لي ايه بصي اهو السمك الطري، انا ما بحبش احط عليه النشا. ما اعرفش، قولي لي المعلومة دي يا جماعة. بس انا اعرف ان النشا بتخلي اي حاجة مقرمشة، واي حاجة تبقى ايه، عارفين انتوا اللي هو الحاجة بتبقى ناشفة. فمش عارفة ايه فكرة ان هي تقولي اصل هو يعني السمك لا طري. المهم كده زي ما انتوا شايفين، ابتدت كده تحط بقى ايه السمك كده في الدقيق والنشا، وابتدت ان هي ايه تقليه كده في الطاسه. طبعا هي كانت بتقولي بصي انا مش هغير الطاسه، انا عامله زي ام خالد، انا بحب ان انا اخد الطاسه بتاعتها. قلت لها ماشي، ما تغيرهاش مش مشكله، عادي طبيعي كل الناس عندهم يعني الطاسات دي. بس كده يا جماعه، حطيت بقى كده بقيه السمك كله كده. وهتبتدي برضو ايه تتبله كده بالدقيق والنشا. بس برضو انتوا قوليلي موضوع ان النشا، هل النشا بيطري السمك ولا لا؟ انا والله بحط النشا في الدقيق وما بتطرهوش معايا خالص، بجد يا جماعه ما بتخلوش طري خالص. هنا بقى كانت هي بتقلب برضو الرز كده عشان يبقى ايه آه مظبوط يعني. تجيبي اللي فوق تحت واللي تحت فوق دوت، وهتوطي بقى كده عليه وتسيبه ايه شويه. بصوا كمان هي بتقول ان هي لا مش هينفع تقلب السمكية، مش هتقلب السمكية خالص غير لما الاول وش كده يتحمر، اول وش كده يبقى متحمر كده تقلبه. مش تفضل إيه يعني غلط ان السمك تفضل كل شوية تقعد تقلب فيه. بس كده يا جماعة زي ما انتم شايفين يعني بصوا
اعتمدوا السمك، اعتمدوا السمك بجد، اصل انا بحبه قوي. زي ما انا قلت لكم الهدف من الفيديو بس ان انتوا لو انتي بجد ناسية او مشغولة ان انتي تروحي عند مامتك او الكلام ده كله، ما تشتغليش زيي، والله انشغلت جامد وما يعني فاتني كتير، فاتني كتير في ان انا بصوا الواحد كده بيحس احاسيس في بيت اهله، بجد احساس العزوة بقى واهلي وناسي، فبجد احساس حلو يعني. بصوا لون السمك عامل ازاي، تحفة 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 تحفة. بس هنبتدي بقى كده نطلعه ونحط غيره. هنا بس حبيت ان انا اوريكم كده ان الرز كده خلص والسمك اهو على النار، وكده هيكون بقى خلاص كده كل حاجة قربت تخلص معانا. هنا ماما بقى خلاص بتطلع السمك، بصوا كانت هي بتطلعه بالشوكة الاول، وبال واللي هي العصاية الخشب دي. فانا قلت لها ماما ما تجيبي اللي هي والله نسيت اسمها، لقيت الكباشة كده دي على طول مرة واحدة طلعيها، يعني علشان خاطر ايه تصفي الزيت منها. قالت لي والله انا على طول بعمله كده وبيصفي الزيت اللي هي صفاية الزيت دي، يعني مش بتبقى احسن حاجة. بصوا بقى عملته ازاي. قالت لي لما بمسك اللي هي اللي بتصفي كده الاكل، بتخليها ان هي تقع مني تاني في الزيت، ما ببقاش عارفة ان هي تتحكم فيها، يعني بتمسكها وهي مش عارفة تتحكم فيها. بس هي اخر واحده بقى هتمسكها ايه، قلت لها طب جربي يعني، جربي ان انت تمسكيها بيها، اخر واحده بقى تروح ماسكاها كده بيها، تروح تقفشها كده على طول مره واحده. والله حاساها احسن، يا بصوا بتنزل زيت اكتر ازاي. بس هتحط بقى كده بقيه السمك، وتكون بقى كده. بصوا اكتر حاجه اتضايقت فيها ان انا ما صورتش السفره بقى لما احنا حطينا الاكل بالسلطات بالرز كمان عملناه بشكل حلو قوي. اتضايقت بقى ان انا ازاي ما صورتش، ما اعرفش انشغلت مع كندا وما عرفتش، يعني نسيت خالص ان انا اصور. بس هنا بقى كنت بوريكم كمان ان هنا كده السلطه هم كده كانوا عاملينها. ماما بتحب نسيت كمان اقول لكم ان ماما حاطه على الرز قرفه، لو انتوا بتحبوه كده زيها. وهنا كده برضو الرز كان جاهز، بصوا بقى الرز عامل ازاي، والسمك هنا كمان كان جاهز. عايزه اقول لكم بقى ان الاكل كان حلو قوي. عايزه اقول لكم كمان ان فيديو النهارده خلص، اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، مستنيين فيديو جديد، مع السلامه.